ازاي تغسل التونة بالمية وتصفيها من الزيت؟ اول حاجة هتفتح علبة التونة فتحة صغيرة كده، بعد كده هنصفي الزيت اللي فيها في الحوض، تصفيه كويس قوي. بعد كده هنحط فيها شوية مية كده لحد ما نملاها مية من جوه. اللي انا عايز اقوله ان مش لازم ان انت تجيب تونة لايت اللي هي هتكون اغلى من التونة العادية. ممكن على فكرة نعمل الموضوع ده برضو في التونة المفتتة، ونبدأ نرجها كويس قوي لحد ما تختلط الزيت بالمية. وبعد كده نصفيها تاني، هنصفيها كويس لحد ما نتأكد ان خلاص صفت كل المية اللي فيها. هنكرر العملية دي من 3 ل4 مرات لحد ما نحس ان الزيت خلاص ما بقاش فيه زيت بينزل، بقى اللي بينزل مية بس. وهنفتح العلبة خالص، بعد كده نحط الغطا بس ونعبيها مية ونعصرها كويس، نعصر كويس أوي لحد ما نتأكد إن هي بتنزل مية بس وكده بقت صافية، هي بتنزل مية بس وكده بقت زي الفل. في طريقة تانية دي هبقى أعملها لكم في فيديو تاني إن شاء الله لوحدها، تقدر تاكلها وألف هنا عليك.